السلام عليكم حبايب. اليوم عندنا سلطة الرمان بالزبادي اللي يسموها العراقيين اكثر شيء الرمانية، واكو هواي محبين الها. راح ننزلها اليوم، بس ركزوا ويانا، ما يحتاج لها شيء، سهلة وطيبة بسويها على هالطريقة. عندنا اليوم تقريبا كيلو شوية رمان، حب رمان، صفوا المي مالته، خلوا بس الرمان. 5 ملاعق شكر، اذا انوجد العسل يكون افضل، العسل او تخلي عسل وشكر ماكو مشكله. لبن زبادي، اي لبن زبادي، وشويه مايونيز. راح اخلي تقريبا خلينا نقول 90% و10% مايونيز، وقشطه كي. اول ما اجي اخلي الشكر، الرمان دا يكون حلو، ما يحتاج شكر هالكمية يعني، بس إذا كان رمان حامض على ما تعدلوه بهذه الطريقة. أنا متجانس وياه. تقدرون تخلون اللبن الناشف اللي يكون مو حامض كلش. القشطة راح اخليه نص علبة تقريبا على هاي الكمية، واللبن كذلك تذكر بعد علبة، وخشبة مايونيز. اكو سلطة الزبادي يكون وياها حمص وراشي، سلطة ثانية هاي. يعني 3/4 راح اخليها كلها. بالمناسبة عندنا اكو مرات يقولون مثلا ليش الفيديو طويل انا من اشرح بالتفصيل، يعني من اسوي الطريقة من اولها لاخرها تكون قدامكم خطوة بخطوة، حتى ما يفشل عندكم لا طعم ولا شكل. فرجاء اللي يحب الطبخ الا واسب الطبخ يباوع فيديوهاتي، اللي ما يحب ويشوف شغلات طويلة او فيديو طويل هذا شيء راجع له، يعني انا ما جابر احد، هذا نزل الناس اللي تريد تستفاد وتريد تسوي شيء بشكل صحيح. الحمد لله والشكر لحد الان الطبخات والاكلات اللي نزلتها، اذا كانت حلا او مقبلات او مشاوي او غربي او شرقي، الحمد لله والشكر الاغلبيه يشيدون بيها يعني، ويقولون طيبه وعاشت يديك والحمد لله انه قدرت افيد الناس يعني. فرجاء يعني رجاء اللي يحب يشوف الطريقه بالتفصيل على عين والراس، اللي ما يحبها كيف يعني مو مشكلتي، انا ما جابر احد، فهذا كله في سبيلكم انتم يعني. وشغله ثانيه انه من انزل اكله رجاء على المقادير اللي اسويها اني، لا تسوون شيء منكم. مثلا واحد يقول لي كباب الدجاج ما اشيشه ما يوقع، نفس جاوبته بالتعليقات نفس الشيء، يقول اي نفس الشيء، بس ذكرت احتمال انا لين غسلت اللحم، شلون لحم كباب ينغسل ورا الثرم يعني، هذا اكيد ما راح يلزم. فاقول ارجع واقول رجاء على المواصفات اللي انطيها انا، على المقادير وطرق العمل اشتغلوا نفسها، اذا خربت بحث اخر. بس اذا صدقوني اذا تطبقون مثل ما الفيديو راح تنجح عندكم وان شاء الله تعجبكم. نرجع نكمل هسه. خشبة مايونيز عادي ساده بدون نكهات. ونص علبة قشطة، صفوا العصير منها على مود ما تصير سايحة كلش. اذا كل لبن ناشف بس مو حامض كلش هم زين، بس الزبادي او اللبنة اللي تكون كريمة
هم طيبه بيها. هسه عندنا اوه شوية طيبة، وإن شاء الله تعجبكم. بس سووا مثل الفيديو طيبة، وأكيد إن شاء الله تعجبكم، وألف عافية غواني.